السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مفتاح المغاليق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: من أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات، ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق. الله أكبر. فيا من ضاقت به الدنيا، ويا من ضاق عليه رزقه، ويا من تأخر زواجها، ويا من لم ترزق بأولاد، ويا من أثقلته الديون، ويا من أتعبه المرض، ويا من داهمته الهموم، ويا من تعاني من عقوق الأبناء، استغفروا ربكم. نعم ورب الكعبة، بالاستغفار تتساقط الهموم والمشاكل كما تتساقط أوراق الشجر. ألا تستحق همومك وآلامك ومشاكلك أن تفرغ ولو نصف ساعة أو ساعة للاستغفار، وبخاصة في وقت السحر، هذا الوقت المبارك العظيم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وقد قال جل وعلا عن أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. فلا تبخلوا على أنفسكم وتستغفروا 50 مرة ولا 100 مرة، بل استغفروا يعني استغفارا عظيما كاستغفار أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كان يستغفر كل يوم 12,000 مرة. فلما سئل عن ذلك قال: أستغفر على قدر ذنوبي. تخيلوا، ده أبو هريرة الصحابي الجليل، فماذا نقول نحن؟ أنا ما بقولش استغفروا 12,000 مرة كل يوم، بس على الأقل نخليها أعداد كبيرة بفضل الله، لأن الاستغفار والله هو سر وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والاستغفار هو الأمان الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان هو سبب الأمان، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. بل أخبر كما عند البخاري أن من داوم على دعاء سيد الاستغفار مرة بالليل ومرة بالنهار فإنه يكون من أهل الجنة. قال: من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله في الصباح موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. فهذا هو الاستغفار. أديموا الطرق تفتح لكم المغاليق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: من أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.